ولكن خص العمل مزيان. يا أحرار هذا الوطن، حبسوا أنفاسكم. نحن لا نتحدث اليوم عن إشاعة أو تحليل رياضي عادي، بل نحن أمام مؤامرة كونية تم تدبيرها في غرف مظلمة بمدينة لوزان السويسرية، تهدف لنسف الملف المغربي في مونديال 2030 وإعادة هيكلة التنظيم لصالح قوى كروية استعمارية قديمة. الخبر الحصري الذي اخترق جدار الصمت في مجمع المعمورة، وحدة اليقظة السيادية المغربية تضع يدها على وثائق سرية تثبت محاولة لوبي مالي أوروبي الضغط على الفيفا لسحب تنظيم المباراة النهائية ومباريات الافتتاح من الأراضي المغربية تحت ذريعة الأمن الرقمي. لكن كيف استطاع الرادار المغربي رصد هذا التحرك المشبوه في قلب القارة العجوز؟ وما هي قصة الرسالة المشفرة التي وصلت لهاتف فوزي الأقجع، والتي تضمنت إحداثيات لاجتماع سري كان يهدف لعزل المغرب تكنولوجياً؟ الحقيقة التي نخفيها عنكم هي أن هناك قوة استخباراتية مغربية صامتة حولت مركب بن سليمان الجديد إلى قضية أمن قومي عالمي. معي الآن تفاصيل ليلة المواجهة الكبرى، وكيف تحول المغرب من شريك تنظيمي إلى قائد يفرض شروطه بالجبروت والسيادة. قبل أن نكشف لكم الدول المتورطة في هذا الغدر، وقبل أن تعرفوا كيف سيرد الملك محمد السادس بقرار سيادي يزلزل خارطة الاستثمار الرياضي، صلوا على رسول الله. وإذا كنت تفتخر بأن المغرب أصبح يمتلك مخالب تكنولوجية تحمي حلمه المونديالي، فجر التعليقات بعبارة المغرب سيد القارة، واضغط لايك بقوة، لأننا اليوم سننشر الوثيقة التي أرعبت. الحقيقة التي تزلزل وكالات الأنباء الآن هي أن نجاح المغرب في تشييد أضخم ملعب في العالم أصاب بعض القوى بالجنون. التقارير الحصرية المؤكدة تفيد بأن وحدة الرصد السيادية المغربية رصدت تحركات مالية مشبوهة من طرف شركات تأمين دولية كانت تخطط لرفع تقارير مغلوطة للفيفا تدعي عدم جاهزية البنية التحتية الرقمية للمغرب لاستضافة النهائي. لكن اليقظة المغربية كانت بالمرصاد. خلية الرباط تحركت بمنطق الردع، حيث تم اختراق السحابة الإلكترونية للمتآمرين واسترجاع مراسلات تثبت عجز اتفاق تحت الطاولة لمنح نهائي لملعب البرنابيو بمدريد بصفة حصرية، وإقصاء ملعب الدار البيضاء الكبير. الضربة القاضية جاءت عندما قدم المغرب للفيفا ملفاً تقنياً يتجاوز المعايير الأوروبية ب10 سنوات ضوئية. القرار المغربي كان سيادياً بامتياز، فالمغرب لم يعد يطلب المساواة، بل أصبح يمتلك الجبروت التكنولوجي الذي يجعله المتحكم الوحيد في نبض المونديال. وهنا تكمن القنبلة، فالمعلومات المسربة تشير إلى أن فوزي الأقجع دخل اجتماع الفيفا الأخير وهو يحمل حقيبة سوداء لم تضم صوراً للملاعب، بل ضمت بيانات استخباراتية عن تورط مسؤولين أوروبيين في تلقي عمولات من شركات طيران عالمية لتغيير مسار جماهير المونديال نحو مدريد ولشبونة بعيداً عن الرباط. هذا الجبروت التكتيكي المغربي جعل رئيس الفيفا جياني إنفنتينو يدرك أن اللعب مع المغرب هو لعب مع دولة عظمى. الصدمة الكبرى كانت عندما عرض المغرب تسجيلات صوتية تثبت محاولة التشويش على صفقات القطار فائق السرعة المغربي. المغرب لم يدافع عن نفسه، بل هجم بقوة القانون الدولي والسيادة الوطنية، مؤكداً أن نهائي 2030 مغربي أو لا يكون. المغرب انتزع حقه بمخالب الأسد وليس بالتواطؤ. وبينما ينشغل الجمهور بمتابعة مباريات الدوري، كانت هناك غرفة عمليات استراتيجية بمدينة إفران تعمل بحواسيب كمية متطورة. هذه الغرفة تقوم بمراقبة كل صغيرة وكبيرة تتعلق بملف المونديال، من جودة العشب إلى الأمن السبراني للوفود الدولية. الهدف إفشال أي محاولة للتخريب التقني قبل وقوعها. التقارير تشير إلى أن المغرب فعل نظام الدرع السيادي للمونديال، وهو نظام يوفر حماية رقمية لجميع الاستثمارات الرياضية بالمملكة. هذا هو الجبروت المغربي، أن تبني ملاعب تفتخر بها البشرية وتحميها بعقول استخباراتية تجعل الخصوم يرتعدون بمجرد التفكير في المنافسة. كل مهندس أو خبير أجنبي يدخل المغرب الآن يعرف أن العين التي لا تنام تراقبه، وأن المغرب أصبح المرجع العالمي في إدارة التظاهرات الكبرى بالقبضة الحديدية. تخيلوا لو نجحت المؤامرة، لكان المغرب قد اكتفى بمباريات ثانوية، لكن الفيتو المغربية في دوائر القرار قلب الطاولة. الآن العواصم الأوروبية تعقد اجتماعات أزمة بعدما أدركت أن المغرب هو من يضع دفتر التحملات للمونديال. المملكة الشريفة أصبحت البعبع الذي يخطف الاستثمارات العالمية من قلب أوروبا. الصحافة العالمية تتساءل بذهول كيف استطاع المغرب أن يبني قوة ردع رياضية تجعل الفيفا تنحني أمام مطالبه.
الجواب يكمن في الرؤية الملكية التي جعلت من مونديال 2030 قضية وجود. الملك محمد السادس بحكمته جعل من الرياضة عنوانا للنهضة، وجعل من المغرب قطبا عالميا لا يمكن تجاوزه في أي معادلة دولية. المغرب اليوم لا يطلب المساحة، بل هو من يحدد الحدود السيادية للرياضة العالمية. وفي سياق متصل، كشفت وحدة التحقيق السيادي عن قائمة ب12 شركة دولية حولت ابتزاز المغرب في صفقات بناء الملاعب. الرد كان زلزاليا: إقصاء النهائي من جميع المشاريع الوطنية، وإدراج أسمائهم في القائمة السوداء للشركاء غير الموثوقين، وتعويضهم بشركات مغربية وعالمية تحترم السيادة الوطنية. المغرب أثبت أنه بيئة طاهرة لا تقبل الابتزاز. لقد تم تفعيل بروتوكول السيادة المطلقة، فكل لبنة توضع في ملاعب المونديال يجب أن تحمل بصمة الكرامة. الغدر الذي كان يطبق في مكاتب الشركات بباريس ولندن وآترب في مهده بفضل اليقظة الاستخباراتية، واليوم العالم كله يدرك أن المغرب خط أحمر، وأن التلاعب بحلمه المونديالي هو تلاعب بأمن الدولة الذي يحرسه الشرفاء بعرقهم. في الختام يا أحرار هذا الوطن، نحن نعيش لحظة تاريخية من لحظات السيادة المغربية التي لا تكسر، من إحباط مؤامرة سحب المونديال إلى فرض الجبروت التكنولوجي على العالم. المملكة المغربية الشريفة تبرهن للجميع أنها سيدة قرارها ومصنع أمجادها. المؤامرة الأوروبية تحطمت على صخرة المعقول المغربي، والرباط مستعدة لاستقبال العالم في 2030 بأبهى حلة وبأقوى حماية. سؤالي لكم اليوم، وهو سؤال العزة والافتخار: هل تعتقدون أن النهائي التاريخي في الدار البيضاء سيكون هو الرد القاتل على كل من شكك في قدراتنا، أم أننا بحاجة لمزيد من الضربات السيادية في قلب الفيفا؟ أريد أن أسمع زئيركم يزلزل التعليقات. فاجروا زر الإعجاب لنبين للعالم أننا جبهة واحدة خلف ملكنا ومؤسساتنا، واشتركوا الآن لأننا سنبث أول فيديو ثلاثي الأبعاد لملعب النهائي في الفيديو القادم فور رفع السرية عنه. ديما مغرب، والسيادة مغربية للأبد. وأن العالم بأسره تحدث عن الاحترافية العالية، البنية التحتية المتطورة، وحسن الاستقبال الذي عكس صورة مشرفة عن الكرة الإفريقية، وأضاف أن أي تقييم عادل يجب أن ينطلق من الحقائق لا من ردود الأفعال المتسرعة أو الضغوط الإعلامية. وأشار إلى أن الفيفا تتابع كل ما حدث في النهائي بدقة، وأن العدالة الرياضية فوق أي اعتبارات أخرى. لكن المفاجأة لم تقف هنا. التصريحات حملت انتقادا غير مباشر لأداء بعض الجهات داخل الكاف، حيث أشار إنفانتينو إلى أن إدارة الأزمات تحتاج إلى حكمة واتزان، وليس قرارات سريعة قد تفتح أبواباً لأزمات أكبر. وشدد على أن سمعة الكرة الإفريقية مسؤولية جماعية، ولا يجوز أن تهتز بسبب سوء تقدير أو تضارب في المصالح. الجدل تصاعد بعد الأحداث التي صاحبت المباراة النهائية، حيث شهدت المدرجات توتراً واعتراضات من لاعبين وأجهزة فنية، ومشاهد أثارت الكثير من الأسئلة. وأكد إنفانتينو أن تحقيقات يجب أن تشمل كل الأطراف دون استثناء، وأن تحميل المسؤولية لطرف واحد دون مراجعة شاملة يضر بمصداقية المؤسسة الكروية. في المقابل، جماهير المغرب اعتبرت أن العقوبات التي أعلنت كانت قاسية وغير متوازنة، خاصة في ظل الإشادة الدولية بالتنظيم. مواقع التواصل اشتعلت، ووسائل الإعلام دخلت على الخط، وتحول الملف إلى قضية رأي عام إفريقية. الهجوم على الكاف لم يأتي فقط من الجماهير، بل من محللين وخبراء رأوا أن القرارات الأخيرة كشفت عن خلل إداري واضح، وأن طريقة التعامل مع النهائي لم تكن بالمستوى المطلوب. البعض تحدث عن غياب الشفافية، وآخرون أشاروا إلى تضارب في التصريحات الرسمية. وفي هذا السياق، شدد إنفانتينو على أن الفيفا لن تقف موقف المتفرج إذا ثبت وجود تجاوزات إدارية أو قرارات غير عادلة، وأكد أن لوائح الفيفا واضحة فيما يخص العدالة والانضباط، وأن أي جهة قارية يجب أن تلتزم بالمعايير الدولية. الكاف اليوم في مرمى الانتقادات. الكثيرون يرون أن الاتحاد الإفريقي بحاجة إلى مراجعة شاملة لطريقة إدارة المسابقات الكبرى، خاصة في ظل الطموحات الإفريقية لاستضافة بطولات عالمية. كيف يمكن للقارة أن تطالب بثقة العالم بينما تظهر أزمات داخلية بهذا الحجم؟ الهجوم الإعلامي ركز على نقطتين أساسيتين: أولاً، سرعة إصدار العقوبات دون انتظار نتائج تحقيق موسع. ثانياً،